السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة. اليوم جبت لكم وصفة المشوك بطريقة جديدة وبطريقة مبتكرة، يعني حلوى الكاوكاو. إذا كما رانا نشوفوا القوام تاعها والشكل ديالها يعني شاهي ما شاء الله، والكمية قطعت لي حوالي 70 حبة. إذا نبدو في المقادير ديالنا. أول حاجة ناخدو رطل تاع دهان، يعني 500 غرام مارغرين. نضيف عليها كاس ونص تاع سكر كلاصي، وكاس الى ربع من الجنجلان يكون مقلي اكيد، وندير ربع حبات صفار بيض. ربع حبات صفار بيض، يعني ناخدو فقط الصفار كما رانا نشوفو الان في الفيديو، ربع حبات، ونزيدو عليهم مغرفة تاع فانيليا تكون كبيرة، مغرفة كبيرة تاع فانيليا، ونمزج كامل المكونات بهذه الطريقة وبهذا الشكل، ونبقى نخلط حتى تولي عندنا بشكل كريمة، واللون يصبح أبيض كما رانا نشوفو، ولا رجع اللون أبيض. ونضيف كمية، إذا كي نلحق القوام اللي أنا باغيه نضيف كمية من الفرينة، ونفتح كيس بينك باودر، يعني كيس خميرة كيميائية بينك باودر كامل، يعني 10 غرام، وندخل كامل هذيك الخميرة مع هذيك الفرينة، ونبقى في كل مرة نضيف. وين تتوقف على الفرينة؟ أنا الفرينة اللي استعملتها هنا استعملت استعملت فرينة السفينة، يعني كل فرينة وكالي تشرب بزاف، فنبقى نزيد حتى نحصل القوام اللي راني باغي نوصل ليه. دوك نوري لكم في الفيديو. أنا بقات لي فقط كمية قليلة، يعني ربع فرينة. وكي نبغي نتيستي العجينة نتيستي باليد الثانية كما رانا نلاحظوا. راك تشوف هذا هو القوام اللي حصلنا عليه، يعني تكون طرية. وهنا نديرها في السيلوفان ونخليها ترتاح على الأقل 20 دقيقة. نجيب البيض اللي كان باقي لي من قبل، نضربها غاية حتى نطلعها غاية بهذا الشكل. نجيب الكاوكاو تاعي يكون مقلي ويكون مدشش بهذه الطريقة، ما يكونش مدقوق بزاف. وناخد حبة يعني بحجم 20 غرام، يعني كي وزناها الحبة كان فيها 20 غرام. ندخلها في البيض، ومن بعد ندخلها في الكاوكاو، نرمدها في الكاوكاو، ونحاول ندخل الكاوكاو غاية في الحبة تاعي بهذا الشكل، ومن بعد نحطها في الكيسات. وبعد ما كملت الكمية كامل ندخل في كل حبة حبات كاوكاو بهذه الطريقة كما رانا نلاحظوا، فقط للتزيين. وهنا بعد ما كملت السنيوة تاعي هنا واش ندير؟ ندخلها في الفرن على 180 درجة، نطيبها من تحت ومن بعد نطيبها من الفوق. شوف ما نطيبهاش بزاف من الفوق، خليها غير شوية تحمر كما رانا نلاحظوا، تاخد فقط اللون الذهبي بهذا الشكل. صراحة والله تجي روعة. إذا بعد ما خرجها مباشرة نديرها العسيلة، ما خليهاش حتى تبرد. نجيب العسل عادي، ما نحمي العسل الاولي، يعني يكون كما في البيدو تاعو. وفي كل حبة ندير ملعقة تاع عسل كما رانا نلاحظوا، يعني في كل حبة ندير ملعقة، يعني خليها تشرب غاية بهذه الطريقة كما رانا نلاحظوا في الفيديو. نكمل الحبات كامل. وكما رانا نلاحظوا يعني كمية جاتنا كبيرة، وهنا وصلنا للنهاية كما رانا نشوفوا. نتمنى تعجبكم، وصراحة يعني حشو بنين وبطريقة مبتكرة، مش كما كانت من قبل كانوا نديروها بالكاوكاو، يعني نديرو كاس كاوكاو مطحون، وانا ما ننصحش به لانها تعجن. هاني فتحت حبة معكم كما رانا نلاحظوا، وراه يعطيها واحد المذاق روعة. نتمنى تجربوها، وما تنساوش تابونوا عندنا في القناة ديالنا، ومع السلامة.